هنا الجزائر في حوار جديد. مشاهدينا الأعزاء، مرحبا بكم. ضيفي لا يحتاج إلى مقدمات طويلة أو عريضة. ضيفي هو معلق رياضي أو كاتب أو وجه تلفزيوني بارز. ضعوا الوصف الذي تريدون، المهم أنه فاعل أساسي في المشهد الجزائري والعربي الآن أيضا. قضى 20 سنة في التلفزيون الوطني قبل أن يقرر مغادرة هذا التلفزيون، حاملا معه أوجاعا خاصة تحولت إلى نجاحات وإنجازات كبيرة. في المدة الأخيرة كتب سلسلة مقالات بعيدة تماما عن مجاله الطبيعي وهو الرياضة، مفضلا أن يناقش أمورا سياسية تحدث في البلد جعلته أو دفعته لأن يعنون آخر مقالاته عنوانا صادما: أنا لا أحب هذه الجزائر. ضيفي هو الإعلامي البارز حفيظ دراجي. مساء الخير، مرحبا بك حفيظ، وشكرا لتلبية الدعوة. أبدأ من العنوان الأخير لأنه عنوان صادم، وربما من يقرأ المقال، ونحن نعيش في مجتمعات يعني تجزئ، لا تأخذ دائما تفاصيل العنوان. يقول لك هذا السيد ها ولا كنا نقول عليه خرج من البلاد وها ولا يعترف بعظمة لسانه أنه لا يحب هذه البلد. فلماذا هذا العنوان؟ من يقرأ المقال يفهم لماذا كتبته أو اخترته، ولكن لماذا وصل بك الأمر إلى هذا التطرف في النقد كما يقول البعض؟ اولا شكرا على الدعوه قاده. مساء الخير للمشاهدين الكرام، وجميل جدا انك اتحت لي هذه الفرصه لنبدا من هذا العنوان. طبعا تعرف بانه في الكتابه الصحفيه التي ربما تتقنها ويتقنها الكثير من الاعلاميين افضل مني لانني حديث العهد بالكتابه الصحفيه، تعرف بان العنوان صار هو اهم شيء، لانك تريد ان تستقطب القراء. ولكن أي نعم العنوان صادم بالنسبة لمن لا يقرأ المقال، ولكن في بداية المقال شرحت بأنه يجب أن تنتهوا من المقال. أنا فعلا لا أحب جزائر اليوم. عندما نقول الجزائر اليوم، ليست الجزائر كجزائر بالمفهوم المطلق، ولكن شكل الجزائر اليوم، شكلها من الناحية السياسية، شكلها من الناحية الاقتصادية، شكلها من الناحية الاجتماعية، شكلها من الناحية الأخلاقية، بكل التحايل الحاصل، بكل التراجع الحاصل. أنا لم أعد أحب هذه الجزائر. وهو نفس الشيء عندما تقول لا أحب هذه الأم. ليس في المطلق، أمي نحبها والأمهات نحبهم، لكن لا أحب هذه الأم التي لا تعتني بأبنائها، التي لا تعتني بزوجها، التي لا تفكر في المستقبل، التي ليست نظيفة، التي أصر على هذا. في المقال حفيظ دراجي أنت تشرح أو توضح لمن يهمه الأمر لماذا أصبحت تنتقد أو لا تحب جزائر اليوم. تقول: لم أعد أحب هذه الجزائر التي ينتخب فيها الشعب رئيسا لا يخاطب شعبه ولا يراه يمارس مهامه الدبلوماسية الدستورية عذرا، يحيط نفسه بعائلته وعشيرته ويفوض أمر تسيير البلد إلى جماعة من الانتهازيين. ثم تقول: أنا لا أحب جزائر تمارس التضييق على الصحافة، تتحايل على شعبها، تقف فيها العدالة، تتفرج على فضائح الرشوة، ولم تبني مصانع وملاعب ومستشفيات ومرافق وغيرها. الترتيب هنا من انتقاد الرئيس إلى انتقاد ربما أمور أخرى، الصحافة والعدالة. هل كان هذا الترتيب مقصودا من طرف؟ نعم مقصودا، لأنه رب العائلة ورب البلد والمسؤول الأول هو الذي يتحمل كل التبعات التي تأتي. أعتقد بأن ولو أنه صار اليوم جزئية بسيطة جدا، لأنه قد ما يمشي الوقت قد ما نروح ليس فقط في الجزئيات ولكن في الأمور الأساسية، لأنه مرض الرئيس الآن صار جزئية بسيطة جدا. الناس تتحدث عن أمور تاع دولة، الناس تتحدث عن أمور تاع مجتمع كبيرة جدا يصعب الحديث عنها بالتفصيل. الناس تتحدث عن قيم، تتحدث عن أخلاق. طبعا مرض الرئيس وبقاؤه في منصبه وبكل التداعيات الموجودة سيؤدي إلى أشياء كارثية. كل ما زاد الوقت، كل ما زدنا في الوقت، كل ما زدنا شفنا تلك الصور، كل ما زدنا شفنا تلك الإساءات، كل ما زدنا شفنا ذلك التراجع، كل ما زدنا شفنا ذلك التحايل، كل ما تكبر المشاكل. ومع الوقت إذا ما وقفناهاش الأمور ستزداد سوءا. ألم يكن يعني هذه خيارات طبعا أي كاتب، ولكن ألم يكن من اللائق أن يكون العنوان أنا لا أحب هذا الرئيس بدلا من أنا لا أحب البلد؟ قضية ليست قضية حب يا قادة. ممكن أنك لا تحبه ولكن تقدره.
وتحترمه. نحن لسنا مطالبين بأن نحب بعضنا البعض، نحن مطالبين بأن نحترم بعضنا البعض، نحترم اختلافاتنا ونحترم أيضا آرائنا. قضية ليست قضية حب. من هذا الذي يحب كل الناس ويحب الرئيس لسواد عيونه؟ أعتقد بأنه أنا أحترم الرئيس لأنه رئيس جمهورية، لأنه انتخبه 8 ملايين أو 10 ملايين، ولا أعتقد بأنني وصلت إلى درجة الكراهية، ولا يمكن أن أصل. تحترم المنصب أم الشخص؟ الاثنين، نعم الاثنين، لأنه الشخص كإنسان طبعا تحترمه، خاصة في الظروف اللي هو فيها. هل تحاسبه الآن كإعلامي أو كشخص ناجح اضطرته الظروف لمغادرة هذا البلد ووقف على تجارب ناجحة لبلدان أقل شأنا منا من حيث المساحة، من حيث الإمكانيات البشرية وغيرها، أم تنتقده برؤية المنتقم الذي كان يريد مكانا أو مساحة أفضل في بلده؟ أنا أولا كانت عندي مساحة وما زالت عندي بحمد الله مساحة لم اضطريت للتخلي عنها في طبعاً وقت طبعاً من الأوقات. وفي حياتي لم أطالب بأي شيء. أنا سقادة لم أكتب في السياسة عندما غادرت الجزائر. أنا غادرت الجزائر في سنة 2008، هذه جزئية مهمة جدا. لم أكن أكتب في السياسة أصلا، لم أكن أكتب. أنا بدأت الكتابة في الرياضة في سنة 2009 بمناسبة مباراة الجزائر مصر، عندما لاحظت وشاهدت واستمعت إلى كل ذلك التهجم على الجزائر. رفعت قلمي وكتبت أيضا، لأنه من الموقع الذي كنت فيه لم يكن بإمكاني أن أتحدث عن الموضوع في الجزيرة الرياضية التي كانت آنذاك جزيرة رياضية، ولكنني كتبت. وبمناسبة انتخابات 2009 أيضا لم أكن أكتب تماما عن السياسة ولا عن الرئيس. بدأت أكتب منذ مرض الرئيس، بدأت أكتب منذ اشتد التحايل، بدأت أكتب منذ أيضا اكتشفت هذا العالم وما فيه وما باستطاعة العالم أن يفعله ببلدانهم ولم نستطع نحن أن نفعله ببلداننا. مع مرور الوقت بدأت أدخل في دوامة، خليني نقول لك بأنها دوامة أنا سعيد بها وفخور بها. أكتب لأنني أيضا أملك اليوم الهامش وأملك الحرية المطلقة، وأملك أيضا ومتحرر أيضا من كل العقد، متحرر من كل الالتزامات المهنية. عندي التزامات أي نعم أخلاقية، عندي التزامات مع بلدي، مع مؤسسة بلدي، ما عدا ذلك ليس لدي التزامات أخرى. مع مرور الوقت ربما صعدت في اللهجة، ولكن لم أكن أكتب منذ البداية. طيب أنا سألتك عن الصفة التي تكتب بها أو تنتقد بها. صفة إعلامي جزائري متحرر من كل الالتزامات. طيب أنت لا تكتب بصفة مواطن ينتقد رئيس دولة، لأنك تخليت عن هذه المواطنة في مقال شهير قبل الرئاسيات، حين قلت بأن أو مخاطبا رئيس الجمهورية في رسالة مشهورة: لا تعتبرني أحد مواطنيك. قلت: سيد الرئيس، أنا العبد الضعيف والمواطن الشريف وغيري من الجزائريين الذين يحلمون بالعودة إلى وطنهم يوما ليتنفسوا هواءه الذي حرموا منه من طرف المحيطين بك. عودتنا أيضا ستتأجل إلى إشعار آخر، وغيابنا سيستمر بعد قرارك الترشح. سيد الرئيس، عهدتك الرابعة ستضطرني أن أطلب منك مجبرا لا مخيرا أن تعفيني من قائمة المواطنين. هل ما زلت تعتبر نفسك بعيدا عن قائمة مواطنين الجمهورية الحالية برئاسة بوتفليقة؟ مش بنفس الشكل الذي فهمه الناس، ولكن أنا ممكن أنني كنت حاب يكون رئيس آخر، وهذا من حقي. أي نعم، أنا أقر بأن رئيس الجمهورية الجزائرية اسمه عبد العزيز بوتفليقة انتخبه الشعب، انتخبه بنسبة كبيرة أو ضئيلة، كان فيه تحايل، كان فيه تزوير، ما نتكلمش على هذا الأمر، ولكن هو الرئيس الشرعي اليوم للجزائر. أنا لازلت مصر على هذا الكلام الذي قلت له منذ سنة تقريبا. أعتبر نفسي أنا لما نشوف رئيسي بالشكل الحاصل اليوم أخجل على، من المفروض نخجل منه، ولكن أخجل على هذه الجزائر، لأنه ناس يسألوك يا سيدي المحترم: 40 مليون جزائري، 1.5 مليون من الشهداء، كثير من الجزائريين الأكفاء، خلوه الرجل يرتاح. وقال لنا طاب جناني، هو اللي قالها طاب جناني. أنا نقول بأنه لو اليوم الرئيس يطلع غدا ويقول خلاص أنا قررت أنني أنظم انتخابات رئاسية، احنا ما نقولولوش لا روح ولا يعني، مش هو يقرر أنه ينظم انتخابات رئاسية مسبقة، يقولنا كلهم هذو اللي صفقوا له صحيح، والرئيس والله غير تعب، وقرار تاخذوا من أكثر من سنة، قال لكم اعفوني. ترى أن الحل في انتخابات مسبقة؟
تصور لانه لازم تكون فيها الديمقراطيه. سيدي انا لست لا مع الانقلاب ولا مع تنحيه الرئيس، بالعكس بالعكس، لانه وصلنا الى مرحله لازم تكون فيها الامور برتابه. وانا احيي من هذا المنبر معارضتنا مهما قيل عنها، ولكن معارضه بمشاكلها وعيوبها، ولكنها محترمه جدا. ولم اسمع واحد يدعو الناس الى الخروج الى الشارع، ولم اسمع واحد يدعو الناس الى العصيان المدني. حتى الشعب ما زال صابر وما زال ملتزم الى حد الساعه. يجب ان نكون في مستوى هذه المعارضه وفي مستوى هذا الصبر الذي يتحلى به هذا الشعب. وانا من دعاة من يدعون الرئيس لكي يرتاح بعدما تعب، بعدما عمل لمده 50 سنه منذ الاستقلال الى اليوم. نعم 50 سنه منذ سنه 1963. امر غريب. طيب أستاذ حفيظ دراجي، أنا عندما أقرأ مقالاتك تحديدا تلك التي تحمل طابعا سياسيا أو نقدا سياسيا، الملاحظة أن بداية كتابة هذه المقالات كنت تذهب إلى عموميات أكثر، أو تحيل القارئ، تلمح إلى أنك تعرف أشياء لا تريد أن تخوض فيها وتتركها إلى وقتها. من يقرأ المقالات الأخيرة يلاحظ بأنك بدأت تتخلى عن العمومية وتخاطب مباشرة الرئيس أو المحيطين به، ولكنك لا تنتقد منظومة الحكم بكاملها، وكأنك تقول بأن التغيير ممكن من الداخل. طبعا يجب ان يكون من الداخل تغيير، لانه لو يكون من الخارج يكون بشكل مغاير جدا. اعتقد بانه يجب ان يكون من الداخل. نعم انتقد هذه المنظومه وليس النظام. عندما نتحدث عن الوضع في الجزائر، ولو انه حتى بدايه سؤالك سامحني هذا لم انتبه لها جيدا، لانني كنت افكر في اشياء اخرى في الجواب، مش في الجواب لكن في اشياء اخرى ذهبت اليها لا اريد ان افصح عنها. نعم كنت اقول في وقت ما بانني المح الى بعض الاشياء. صدقني يا قاده بكل تواضع نقول لك بانه لو اقول كل ما اعرفه جبال ونشريز ستسقط. إلى هالدرجة؟ إلى هالدرجة. لو هذا خلينا نقول بلي كنت مقرب جدا لو من أقول مصادر صناعة القرار. كنت إعلامي وعندي معلومات. لا مش مقرب من دائرة صناعة القرار، لأنه التلفزيون في الموقع اللي كنت فيه عارف الكثير من الأشياء، واليوم أعرف الكثير من الأشياء أكثر مما كنت في التلفزيون، لأنه أنا إعلامي. أنا عارف وش راهو صاري في قناة الشروق من خلال قادة بن عمار. قادة بن عمار إنسان محترم وأثق فيه، مثل ما هناك أيضا ناس ألتقي بهم مسؤولين أو ناس عاديين. عندي معلومات، والإعلامي اللي ما عندوش معلومات لا يمكنه أن يكتب، ولكن لا يمكنني أن أكتب كل شيء احتراما للكثير من الرجال واحتراما لمؤسسات بلدي وحفاظا على توازن المجتمع. حتى ما أكتبه في بعض الأحيان أقرأ بعض التعاليق هي مؤسفة في آن الوقت، لأن الناس ليسوا على بينة وليسوا على علم. صحيح. بمناسبة التعاليق، أنا أقرأ مقالك وأقرأ التعاليق التي تأتي سواء في الشروق أونلاين أو في مواقع أخرى تكتب فيها باللغتين العربية والفرنسية. الملاحظ أن الفترة الماضية عندما تخليت عن العمومية في الطرح وأصبحت تكتب بصراحة، كثرت التعاليق التي تنتقد حفيظ دراجي، ولا شك بأنك تقرأها. نعم. عندما يقولون لك مثلا افتح نافذتك في الدوحة لتجد القاعدة الأمريكية على بعد أمتار، عد إلى بلدك وبدلا من أن تمارس الفلسفة العبثية قم بالاستثمار والإنتاج وأعن أبناء بلدك بدلا من أن تسقط أو بانتقادك وبعصاك على هذا الوطن. اولا انا لا اعطي دروس للناس ولا اسمح لاي احد ان يعطيني دروس، سواء في الحياه او في الوطنيه او في حب البلد. عندما افتح نافذتي في الدوحه لا ارى الا الاشياء الجميله. هذه واحده. ثانيا البعض يريد ان يعقدنا بقضيه انه انت مش موجود في الجزائر. هناك 7 ملايين جزائري خارجين عن الجزائر. لما تكون الانتخابات انتم اهلنا واولادنا ومرحبا بكم، لازم تقوموا بواجبكم. لما نقوم بالواجب خلاص ما عندناش حقوق. يعني هذه واحده. ثانيا التعليق التي تكتب هي مستويات، وانا اتفهم حتى تلك التي تنتقد وتشتم. واكتشفت بان هناك الكثير من التعاليق منظمه. نقول لك بانه كاين اشياء موجوده في الجزائر، لانه الاعلامي لازم يكون مطلع. مقصوده يعني. نعم. من جهات معينه، منظمه ومن جهات معينه تريد ان تستهدفك. نعم. يعني تعرف تكتب المقال الان
ما يكملش المقال يبعث التعليق واللي هو مهيأ. تعليق انت فيه شتيمه، فيه شتيمه، خيانه، تخوين. يا حبيبي الجزائر تسكن فينا ولسنا مطالبين بان نسكن فيها. ولا واحد يزايد عليه ومن زايد على حتى واحد في حب الوطن. انا ممكن اضعف واحد يحب وطنه لانه على الاقل هاجرت، ولكن ما يخوفوناش وما يهدوناش وما يخلعوناش. عجبني انك لم تشير دائما إلى هذه الجملة التي ترد على لسان كل واحد، يقول لك أنا بقيت في البلد لما كانت تعاني الويلات والمحن وأنت بقيت في البلد حقا وصمت مع الصامدين، ليست منا ولا صدقة. وليست منا. هل دفعت؟ مش أنا نقول الناس بقاو في البلد، حتى ما نتكلمش على نفسي، لما كانوا آخرين موجودين في الخارج يتنعموا وبعدين جاوا استثمروا كل شيء واستولوا على كل شيء. حديت قياس. جاوا بعدين يعطيهم دروس في الوطنية. هل دفعت ثمن مواقفك بعيدا عن تعليقات القراء أو غيرها، أو سواء كانت منظمة أو غير منظمة، ولكن إلى أي مدى دفعت ثمن مواقفك كحفيظ دراجي؟ الشخص، العائلة، ربما حتى الاسم يعني. الحياة مواقف يا قادة، والمواقف يجب أن تستعد لكي تدفع الثمن إلى أقصى شيء، حتى ولو كان ثمن حياتك. ولو أنني لا أشعر بأنني دفعت ثمنا باهظا، حتى ولو كان باهظا أنا مستعد لدفعه. أنا لست طارزان على كل حال، ولكن لا أعتقد بأنه بكل الانتقادات اللي نوجهها لا أعتقد بأنه يصل التضييق إلى هذه الدرجة. أي نعم هناك تضييق مباشر وغير مباشر، ولكن هناك الكثير من الود والكثير من الاحترام والكثير من التقدير من شعبنا. أنا أعرف بأنك عندما تذهب في كثير من الولايات أو تتم دعوتك من طرف جمعيات، وصل الأمر إلى غاية التضييق على هؤلاء الذين يفكرون في تكريمك. نعم، وصل الحد إلى غاية التضييق عليهم ومنع نشاطاتي، لأنه فيها ناس بالآلاف مع احترامي وبكل تواضع، لا لظروف أمنية. أي ظروف أمنية حبيبي؟ أي ظروف أمنية؟ أنا مواطن جزائري لست أجنبي. وبعدين هذول مش جايين باش يعملوا مظاهرات، جايين يسمعوا حفيظ يتكلم في الرياضه ويتكلم في الثقافه. عمري ما تكلمت في السياسه في امور مثل هذه، لانه لا اعتبر نفسي رجل سياسي ولا اعتبر نفسي انتمي الى حزب سياسي. اتحدى من يقول بانني انتمي الى حزب سياسي او مع شخص على شخص اخر، او انني ادعو الى فكر سياسي معين. انا أتضايق عندما يقال لي بأنك تمارس السياسة أو تكتب في السياسة. أنا أكتب في شؤون بلدي. شؤون بلدك ممكن تكون أخلاقية، ممكن تكون تربوية، ممكن تكون فكرية. أكتب في الكثير من الأشياء. وكل شيء متصل بالسياسة. الرياضة ماتت يا قادة في الجزائر، قتلوها الرياضة. ليس هناك، لم يعد هناك ما يكتب في الرياضة. عندما تسمع ناس يقولوا عن اللاعبين المحترفين الجزائريين الذين ينتمون إلى المنتخب، يقولوا عنهم بأنهم لاعبين أجانب. ليسوا لاعبين أجانب يا سيدي المحترم، هم لاعبين جزائريين محترفين في الخارج، يحبون بلدهم أكثر مني. نقطة. ربما لم يجدوا فرصة في منتخبات أخرى فعادوا إلى أصلهم. قل عليهم ما شئت، هم يؤدون في الواجب ولا لا؟ وعلاش الرياضة ليست بخير ولكن الفريق الوطني بخير. نعم، لأنه يسير بطريقة مختلفة تماما عن تسيير، لأنه مهتمين أكثر بالمنتخب الوطني، لأنه بالمنتخب الوطني ممكن يسكتوا ناس، بالمنتخب الوطني ممكن يفوتوا الكثير من المشاريع. البارح كانوا يقولوا لنا بأنه الجزائر لن تتأثر بتراجع أسعار النفط. اليوم بعد ما اجتمعوا بالرئيس قال لك لا، والرئيس أمرنا بأن نتقشف ونعمل هذه البارح كنتوا تقولوا الأسبوع اللي فات. الوحيد الذي يسير بطريقة جيدة في البلد تقول عن الفريق الوطني، في إشارة إلى من يسيره. طبعا الجميع يعرف العلاقة الودية بينك وبين محمد روراوة. علاقتك مع النظام تريد أن تقول بأنها علاقة مع أشخاص جيدين؟ علاقتي مع سلال طيبة جدا. وأنتقد. لم تلتقي في الدوحة؟ لا لم ألتقي لأني كنت غايب. لماذا لم تلتقي في الدوحة؟ لأنني كنت غايب، كنت في مهمة في الرياض. ولكن زيارة الوزير الأول مهمة جدا. لا كنت في مهمة. أنا موجود في الدوحة من أجل القيام بمهمتي الإعلامية. كنت موجود في الرياض في تغطية مدير البي سبورت وقابله، فكيف بحفيظ الرجل الذي يعمل معلقا رياضيا؟ معلقا رياضيا كان فيهم مهمة خارج الدوحة وتواصلوا معي لكي أكون حاضرا ولم أقدر. انتهى. ربما لم تريد أن تلتقيه حفيظ الرجل. ربما حمدت الله أنه كان فيه مهمة رياضية. كنت في مهمة خارج الدوحة. طيب، ابتعد كثير شويه عن السياسه وعن الامور هذه تاع المعارك، وانا عارف بانك تحب ورده الجزائريه وكمال مسعودي. نعم. وكمال مسعودي انا حضرت لك شيئا ربما له علاقه بما كنا نتكلم عنه، نستمع مع بعض.
ومن شافني يقول هذا برا. ايش نقول لك؟ هذا الكثير من الجزائريين يتألمون أكثر مني، لا يحبون الجزائر أكثر منكم ولا أكثر من الموجودين في الجزائر، ولكن والغربة، غربة الجزائريين لا تختلف كثيرا عن غربة الكثير من الآخرين. وفي العولمة والتحولات اللي يشهدها العالم لم تعد. خليني من العولمة الآن. لم يعد هناك أنا اللي شيء كنت اسمه ندبر على الناس، أنا اللي كنت ندبر على الناس بعد ما كنت فضة وليت نحاس. إلى أي مدى هذا الكلام صادق يصدق مع مسار حفيظ دراجي هنا في الجزائر؟ أنا لم أكن فضة ولم أتحول إلى نحاس، ما زلت حفيظ دراجي. ربما تحسنت كثيرا، تطورت كثيرا، ولكن من حيث المشاعر طبعا ولا حاجة في الدنيا هذه يا قادة. كنوز الدنيا ما تقدر تعوضك على صباح الخير تاع يماك، كنوز الدنيا ما تقدر تعوضك على نسمات الجزائر وهوائها. لما وصلت من يومين للجزائر، الهواء اللي شميته ما شميتوش في بلد آخر، وما تشموش في بلد آخر لأنه ممكن كبرت عليه، مثل ما الهواء اللي يشمه اللبناني أو المصري في بلاده ما يشمه في بلد آخر. ولكن هذه الضريبة. مش عارف إلا نقول الله يسامح اللي كانوا السبب أو نقول لهم كتر خيرهم. نقول لهم الاثنين أفضل، لأنه الله يسامحهم لأنهم تسببوا في هجرة الكثير من الجزائريين قسرا، لأنه اللي حب يهاجر يهاجر، هو حر. ولكن تسببوا في هجرة الكثير من الجزائريين قسرا. يكتر خيرهم والله يسامحهم، كتر خيرهم لأنه سمحونا باش نتحسنوا ونتطوروا ونحسنوا أحوالنا المادية. عن هواء الجزائر تقول، أنا كتبها اليوم: وجدت الجزائر هذه الأيام عروسة جميلة فاتنة كعادتها بفضل من الله ودعوات الأولياء. صح. لكن غالبية أهلها تعساء بؤساء أنهكتهم المنظومة الفاشلة التي تحكمهم. ألا يستحقون واقعا جميلا كبلدهم؟ نعم، الجزائريون يستحقون واقعا جميلا مثل جمال البلد. يستحقون كل الخير عنا، كل الخيرات وكل الإمكانيات وكل القدرات، ولكن المنظومة فاشلة. نعود نقول بأنها المنظومة فشلت. يجب أن تتغير هذه المنظومة بالطرق الحضارية والسلمية والرائعة جدا. تكلموا عن الانتخابات، نديروا انتخابات. تعبت، روح قادة ريح. انت غدوة كيف حبيت تخلد في هذا الكرسي؟ مش ممكن، مش ممكن تخرج في برنامج هنا الجزائر. سنة الحياة هذه. لو الوالد نتاعي، كنت نعطي لهم مثال، نقول لهم لو الوالد تاعي الله يرحمه يحب يسوق بالعائلة السيارة وهو مش قادر لسبب عضوي أو نفسي، لو يصر نقول ناخده ونحطه في الخلف السيارة. لا يا بابا نسوقوا بيك، ما تسوقش بينا انت، لانه لو تسوق بينا تقتلنا كلنا. فنسوقوا بيك، ابويا اللي ولدني واللي رباني نرجعه خلف السيارة. نستعمل معه كل الطرق انني نرجع الى ربي سبحانه يعتبرها بانه عاقل والديه، خليه يعتبرها عاقل والديه، ليس عقوقا. هل انتهت مشاكلك مع التلفزيون الجزائري؟ ما عنديش مشاكل مع التلفزيون، ممكن مع اشخاص. انت ممنوع من دخول التلفزيون الجزائري؟ لم احاول ان ادخل حتى اكون ممنوع. لم تحاول ان تدخل حتى لا تمنع؟ ممكن، ولكن ما السبب الذي يجعلني ادخل؟ انا اصدقائي نتكلم معهم في التليفون كل يوم ونلتقي معهم مع برا كل يوم. اكثر الناس اللي التقيتهم هم الناس من التلفزيون، ولو اني التقيت بالمدير العام للتلفزيون في مطعم. انا كنت فخور جدا انه دور راسه يعني لكي لا يشاهدني. توفيق خلادي مدير العام للتلفزيون بغض النظر عن الاسماء الحالي. كنت فخور جدا انه انا نسلم على الناس ونتكلم مع الناس، وناس اخرين لا تيد مع الكسكس يعني ما يرفعش حتى راسه يسلم عليك ولا تسلم عليه. ما انت على حق الحمد لله. يعني تريد ان تقول انت لا على لست حق. على حق، ولكن انا لا اريد ان اصل يوما. تريد ان تقول بان البقيه يخجلون من مواقفهم. نعم، ويدركون جيدا الكثير من الاشياء المخجله بالنسبه اليهم. لذلك قلت لك منذ حين بانني اعرف الكثير من الاشياء بما في ذلك ما يتعلق بالتلفزيون وما خلف التلفزيون وما وراء التلفزيون واشياء اخرى كثيره جدا. من كانوا يقولون بان حفيظ دراجي 20 سنه في التلفزيون كان يمنع صعود بعض الوجوه الشابه حتى لا تنافسه، سواء في مجاله كتعليق رياضي او في البرامج الرياضيه. الان بعدما تركت التلفزيون كل هذه السنوات ومستواه لا يزال حتى الآن يطرح عليه علامات استفهام كثيرة، ماذا تقول لهم؟ هذا استنتاجك أنت، استنتاج هذا يكفي نقول، ولو أنه نتمنى أنه يظهر جيل آخر مثل الأجيال اللي ظهرت على مستوى القنوات الخاصة اللي راهي اليوم.
ابدا لم اكن امانع، وليست منا ولا صدقه مني عندما اقول بانني رافقت البعض منهم، ثم انني انا كنت اعلامي، اي نعم كنت مسؤول وعندي الكثير من المسؤوليات، ولكن عمري في حياتي الموظفين موجودين في التلفزيون ولا عرقلت اي واحد، او على الاقل هكذا اعتقد بانني عرقلت، لم اعرقل اي واحد. طبعا ممكن الانسان ما تعطيلوش يقدم ولا ما توظفوش ولا يعتقد لو تغير النظام، منظومه مش النظام، المنظومة أنا دائما ككل أتحدث عن المنظومة. وتمت عرض منصب رئيس أو مدير التلفزيون عليك، التلفزيون العمومي، هل كنت ستقبل هذا المنصب؟ عرض علي ولم أقبل مرتين، حتى وأنها خارج الدوحة، خارج الجزائر. متى يعني آخر مرة؟ رانا في 2014، آخر مرة في 2011، وأول مرة في 2009. اول مره من عرض عليك المنصب؟ نعرفوا باللي طبعا تعرف الرئيس هو الذي يعين مدير التلفزيون. لا، تعرف بان هذه الامور الرئيس لا يتصل مباشره، رئيسنا لا يتصل بالناس مباشره يا سيدي المحترم. زمان كان الرئيس يتصل بالوزير ويقول له انا محتاج وزير وانت اللي نحتاجك، ولا واحد. الان كاين ناس مروا وزراء في الحكومه الجزائريه لم يشاهدوا الرئيس سوى في مجلس الوزراء، لم يصافحوه لم يصافحوه تماما. دخلوا الحكومة وخرجوا لم يصافح الرئيس ولم يتحدث إليه لا في التليفون. يا حبيبي أشياء اللي نقول لك لو نقولها رهيبة. ربما لا يعرفهم حتى الآن. لا يعرفهم. طيب ننتقل من السياسة إلى التعليق الرياضي. من شؤون البلد التعيسة. من شؤون البلد، أوكي. نعم. تعيسة هذا وصفك. إلى التعليق الرياضي. دائما مع نهاية كل سنة حفيظ دراجي تتم اختياراته في استفتاءات شعبية كأفضل معلق رياضي عربي. هل تعتقد بأنك فعلا أفضل معلق رياضي؟ لا أعتقد بأنني فعلا أفضل معلق. إذا قلت بأنه هذا أفضل معلق فتقول أيضا هذا أفضل مغني وهذا أفضل ممثل. في البراعة وفي الإبداع ليس هناك شيء مطلق. أنت لست أحسن مذيع في الجزائر يا قادة بن عمار. أنت واحد من بين الأحسن، والجمهور عنده معايير ومقاييس، ولكن دائما كان الأفضل فالأفضل. أنت تعجب واحد ممكن ما عندوش شعر مثلك يقول لك هذا، فالمعيار مختلف. فليس ليس هناك شيء مطلق يا قادة، لأنه طيب. لأنه في الفن وفي التمثيل وفي الإبداع. لا جاي نزرعه ونستقبلك في عندنا نحن في مواجهة جماهير وليس جمهور. طيب بما أننا نضحك على التعليق الرياضي، دائما تؤخذ تعليقاتك لتوضع في فيديوهات، مش عارف إذا شفتها ترامواي وهران. شفتها نشوفوها مع بعض. أعطوها لنا في الشاشة الكبيرة إذا تكرمتم. على الجهه اليمنى، خليها يا جمال، خليها يا جمال، خليها يا جمال، خليها يا جمال. لا لا لا، ماذا تفعل انت؟ ماذا تفعل انت يا محرز؟ ماذا تفعل يا محرز؟ ما دخلك البطاقه الصفراء لمحرز؟ نعم نعم يا محرز، عمرك 19 سنه ما تزيدش تعاودها، انا عارف انك ما تعاودهاش. من عيسى مندي، حذاري خلفك يا عيسى، انت وين رايح يا عيسى؟ وين رايح يا عيسى؟ وين رايح يا عيسى؟ من البعيده. حذاري يا جمال، حذاري يا جمال، حذاري يا جمال، وين انت رايح يا جمال؟ وين رايح يا جمال؟ وين رايح يا جمال؟ لا 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 لا. وكان يا سفيان، يا سفيان، يا سفيان، يا سفيان، يا سفيان. وين رايحين يا عيسى يا مندي يا بالكلام؟ وين رايحين؟ لازم يوقف هنا، لازم يوقف هنا. لا 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 يا نبيل. يا بالكلام، يا بالكلام، يا بالكلام. يا بارك على راسك، حذاري على راسك يا سفيان، حذاري على راسك يا سفيان. امنك وسلامتك اهم من المونديال ومن كل شيء. طايره خطيره يا مصباح، وين راك رايح يا مصباح؟ وين راك رايح يا مصباح؟ لا بالكره عن طريق فيزولين. يا حليش يا حليش يا حليش يا حليش يا حليش يا حليش. ما تسلل سيد الحكم. كرة الحكم ماذا قال؟ قال خطأ أم قال وضعية تسلل من عيسى مندي؟ نعم أنت متسلل يا عيسى، أنت متسلل. وكم من المتسللين في هذا البلد. هي تضحك وتبكي في نفس الوقت، لأنه تعامل شفت باللي ردة فعلك ما كانتش يعني تبكي أكثر مما تضحك. تبكي أكثر من ما ممكن الناس تستمتع بالتعليق مقتطفات، ولكن أنا لم أستمتع بمثل هذه الصور، لأنه الأمر يتعلق بمترو صرف عليه الكثير من الأموال. صح.
بترامواي. بس هذه ثاني ثقافه الشعب والنظام واش دخلوا الان في الوعي تاع هو اللي الشعب؟ عنده مسؤوليه. انت عندك مسؤوليه اولادك يا قاده. يقولوا غدوه هذا ولد قاده. قالها لي واحد مسؤول كبير، قال لي وليت نقدر ربي ولكن 40 مليون قلت له لكن الشعب رجعته بهذا الشكل. الشعب اليوم اللي دا لا ديال خدا، واللي يستنى في لا ديال يستنى، واللي دا لونساج دا، مع احترامي حقهم الجزائريين، ليست منا ولكن لا يجب ان تستعمل لتنويم هذا الشعب، لانه الكوارث تكون على البلد وعلى الوطن. لما تكون الكارثه على البلد انت تكون عندك 20 فيلا ولكن ما تعيش. طيب عندي صور لو تكرمت حفيظ نعلق عليها سريعا بسبب الوقت. أعرف بأن حياتك الخاصة أنت لا تتحدث عنها كثيرا في البلاطوهات، ولكن من يتابع حائطك الفيسبوكي يلاحظ بأنك بدأت تفرج نوعا ما عن أسرار عائلتك كنوع من الافتخار بأبنائك. أنت متأكد بأن صفحتي؟ صفحتك. أوكي. نشوفوا الصورة الأولى يعلق عليها حفيظ سريعا في كلمات. هذه أمي الوالدة بمناسبة تكريمي في الشروق. طيب الوالدة، ربي أنت تقول كسكس أمي لا يغنيني عن أي. هذو أولادي في الكويت، هذو نور وجميل ومحمد وسيم. اكتشفت بلدا جميلا رائعا جدا وناس طيبين. تعطيهم كل وقتك حفيظ دراجي عندما كنت في الجزائر والآن كمعلق تذهب في أكثر من عاصمة وملعب، ترى بأنك أعطيتهم الوقت اللازم؟ اليوم أعطيتهم أكثر من اللازم. زمان لم أكن ألتقيهم 3-4 أيام، لأنه لما نخرج نخليهم نايمين، لما نرجع نلقاهم نايمين. اليوم نديهم المدرسة ونجيبهم المدرسة، لما نكون رايح في مهمة يقولوا لي أوكي بابا مع السلامة. تريد لأبنائك أن يكبروا في الجزائر أم يكبروا معك حيث أنت الآن؟ أحلم بأن يكبروا معي سواء في الجزائر أو في غير الجزائر، ولكن تأكد بأنهم متعلقين بالجزائر بشكل كبير جدا. يعطيك الصحة حفيظ دراجي، كنت ضيفي اليوم في البرنامج للحديث عن مسارك وعن بعض كتاباتك لتوضيحها إن كان الأمر فعلا يحتاج إلى توضيح. شكرا لك حفيظ.